لما تيجي تاكل خس ما تغسلش الخصاية على بعضها، ولكن فكها ورقة ورقة واغسل كل ورقة لوحدها كويس جدا علشان تتأكد من نظافتها. ازازة المية اللي بتاخدها معاك وانت خارج او اللي بتحطها في التلاجة ما تملهاش على عينها وعلى الاخر، علشان لما تيجي تفتحها طبيعي هتتهز في ايديك وهتوقع، فخلي في نفس في الازازة ولو حاجة بسيطة. وما تتعاملش ابدا مع اللي ما بيحترمكش، لانك هتبقى عامل زي اللي بيعبي الفحم ما بياخدش منه غير سواد الوش والايد. لو شفت حد تعرفه شايل كيس او اي حاجة في ايديه بص على وشه وانت بتكلمه، وما تبصش على اللي شايله علشان محدش يتضايق ويتضرر منك. ولو قلبك مطمن لقرار بتاخده اتوكل على الله وما تشتتش نفسك بمشورة ناس كتير. اللي بيقولك ان مرتبك ده مسكن بتاخده علشان تنسى احلامك عمره ما هيديلك حاجة. لو قعدت اسعى لحلمك ما قلتش حاجة، ولكن كمل في شغلك برضه، ولما حلمك يبدأ يشوف النور ابقى سيب الشغل زي ما انت عاوز. لو بتكلم حد في التليفون ايا كان الحد ده مين، اول لما تخلصوا كلام ويقولك سلام اقفل الخط على طول وما تسيبهوش مفتوح ولو للحظة، يكون فاكرك قفلت وانت لسه فاتح، ما يصحش. لو ما قلتش انك زعلان جسمك ووشك هيقوله، فلما تكون حزين كل واشرب كويس والبس مترتب ومكوي علشان يبان عليك العز، حتى ولو غصب عنك علشان محدش يشفق عليك ويستضعفك. ما تربطش شغلك بمزاجك، مخنوق تقول مش هعمل حاجة، مبسوط تقول هدوس وكمل. اركن قلبك ونفسيتك مهما كانت حالتك وما تخليش حاجة تأثر فيك. الأيام ما بتطبطبش على حد، واللي بيتركن محدش بيشيله على كتفه. قبل ما تغسلي اي هدوم فتشيها الاول، جايز يكون فيها منديل يبهدل الهدوم وهي في الغسالة، او احتمال ضعيف تلاقي فيها قرشين ولا حاجة. اللي توارب له باب قربك وما يدخلش اقفله، انت فرصة لأي حد. اوعى تقبل بالوسطنة في العلاقات، لا اما تكون حاجة لا اما ولا حاجة، انما متعلق يوم متشاف ويوم منسي، ما يصحش. واللي انت مخبيه ومحوشه جواك ظاهر عند ربنا، وربنا مش هيضيعك وهيدعمك. بر نفسك بأكلة حلوة ولا خروجة، قميص أو ريحة، تهادوا وتحابوا. هادي نفسك يمكن تعرف تحب روحك، وساعتها تحب اللي حواليك ونفسيا تكون أحسن. محدش معجب بيك من شطارتك ولا حلاوتك، ولكن من ستر ربنا عليك، فاحمد ربنا باستمرار، لأن الحمد هو خميرة النعم اللي بتزودها. الصحاب باختصار هم روح واحدة في أكتر من جسم. عرفت تضحك اضحك، وعرفت تاكل كل، وعرفت تلبس البس. عيش على آخر جهدك واسرق الأيام قبل ما الأيام تسرقك. ما تحطش نفسك رمانة ميزان. يعني ايه؟ يعني تدخل أي مكان مستني اهتمام ونظرات معينة، هتعاني يا صديقي. ولكن عيش مكتفي بروحك ومش مستني من حد حاجة. جنتك في قلبك وأنسك في نفسك، جربها وهترتاح صدقني. لو بتهرب من حد علشان خايف من العتاب، يبقى هتفضل كتير هربان. اتعلم تواجه، الخوف مش لايق عليك. ما ترافقش ناس مش شبهك فتعيش شبههم وتنسى نفسك. والإنسان لو تاه من نفسه بيعيش غريب، ولو حب يرجع لها بيلاقيها بصعوبة. اوعى تفارق من غير أسباب. محدش يستحق يفضل يسأل نفسه طول عمره وما يلاقيش إجابة. ما تتعاملش بتلقائية مع كل الناس، يعني ما تخليش البساط أحمدي تدوس في الهزار والكلام من غير أي اعتبار، خصوصا لو في بداية أي تعارف، لأن مش كل الناس بتفكر زيك. حاجتين يخلوا الواحد يكبر ويعجز قبل أوانه: أول حاجة لما ينسى أحلامه ويتخلى عنها، وتاني حاجة لما يندم على اللي فات بشكل مستمر. ادعي ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر القلق، لأن يوم واحد تقلق فيه بيرهق الجسم والعقل أكتر من إنك تشتغل أسبوع بحاله. اتعلم ترخي إيدك شوية. خايف من بكرة، خايف على العلاقات تتقطع، خايف على الرزق، ماسك خيوط كل حاجة بإيدك وضاغط على أعصابك على الفاضي. اتعلم إن المكتوب لك هيكون لك مهما كان. تكافح تسعى، ولكن بالهداوة، وهون على نفسك. لو دامت لغيرك ما كانتش جاتلك. سلام عليكم.